السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله عندنا 2 من الخلاط زي ما انتم شايفين كده، كلهم دهون وكلهم كمان لان الشفشق بتاعهم كان بايظ وبدأ ان هو يشر عليهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا عصير طماطم بقى، صلصة، اي حاجة احنا بنعملها فيه فبيبهدلهم بالنظام ده كده. هنبدأ ان شاء الله كده ان احنا ننضفهم مع بعضينا بطريقة سهلة. هعملهم لك بطريقتين، كل واحد منهم هنضفه بطريقة شكل. ده اللي انا شغالة عليه في البيت العادي، اما دول مركونين بصراحة بقالهم فترة. عندي بقى كمان برطمانات زي ما انتم شايفين كده، الغطيان بتاعتهم يعني بتبقى صعبة شوية في الغسيل بتاعها من الدهون اللي بتبقى على الغطا او على البرطمانات نفسها. عندنا كمية من البرطمانات كبيرة برضو هنغسلها بنفس النظام، يعني في المية نفسها اللي احنا هنعملها للخلاط هنغسل فيها البرطمانات والغطيان. وان شاء الله باذن الله ابقى سهل عليك جدا انك انت تنظفيهم بالطريقه اللي احنا بنعملها دي. هنا كده انا حاطه ميه تسخن على البوتاجاز، وهنروح انا وانتي نفك مع بعضينا الخلاطات بتاعتنا. واحد منهم هفكه كله وابدا اشتغل فيه تنظيف، يعني اخمره، والتاني هشتغل فيه تنظيف عادي خالص بالقماش عادي، وبحته سفنجه كده او منديل من اللي عندك، منديل ناشف ماشي او منديل من المبلل. المهم ان احنا هنستخدم الخلطه برضو اللي احنا هنعملها دي فيه زي احنا هنخمره بس كده. بس قبل ما نبدأ بقى الحاجة بتاعتنا اللي احنا هنبدأها، هنبدأ نفك بس كل المسامير بتاعتنا الأربعة اللي موجودين هنا والأربعة اللي موجودين هنا. بس مش هشيل في الخلاط التاني اللي هو هنضفه بالقماشة بس، إلا القاعدة بس بتاعته. كده كده القاعدة هي بعيدة خالص عن الموتور، فأنا هعين القاعدة دي بس وهخمرها معايا في الخلطة اللي احنا هنعملها مع بعضينا. طبعا احنا كنا نضفنا سطح المطبخ من فوق من الدهون، وكنا نضفنا المطبخ كمان. هحطهم لكم في صندوق الوصف لو حبيتوا انكم انتوا تخشوا تشوفوا حاجة فيهم، يعني يمكن تستفادوا. هنا بقى خلاص فكفكت واحد منهم وعينت الموتور بتاعه، والتاني مش هعين الموتور زي ما بقولك كده، يعني واحد منهم بس. كل اللي انا بفكفكه ده يعني المسامير بتاعته والحاجة بتاعته انا هشيلها في كيس علشان خاطر هركبه تاني معاكم وهوريهولكم الاخر. تمام كده، يعني انا مش هضيع حاجه، يعني كل اللي انت هتفكيه هتشيليه في مكان. انا خدت ده كل كده الحاجات دي كده وحطيتها في كيس وربطتها وشيلتها لغايه ما اخلص المهمه بتاعتي. وهبدا بقى اجيلك في التاني هنشوف هنعمل فيه ايه. الخلاط التاني ده بقى انا ما شلتش غير القاعده بس، وسبت كل البودي زي ما هو موجود ومعاه الموتور. شايفين النظام عامل ازاي؟ هنا بقى جينا عند الميه بتاعتنا كانت سخنت بزياده، بس ما تخليهاش تغلي قوي علشان ايديكي برضو كده. المهم ان الميه تكون سخنه، هتساعد معاكي في التنظيف كتير. وحاجه واسعه بقى كده على قد الحاجه اللي انت هتنضفيها، سواء برطمانات او اي حاجه من الحاجات البلاستيك. ومعايا هنا بقى كوبايه مسحوق، اي مسحوق نوع عندك. وعندنا كوبايه برضو بريل، اي نوع برضو موجود عندك. وعندنا كوبايه كلور، بس حطيت نص 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 بس علشان خاطر النص التاني هستخدمه لحاجه تانية. هنا بقى حطيت معلقه ملح ليمون ومعلقه بيكربونات، وخلاص اشتغلنا على كده. عندك ملح ليمون حطي، ما عندكيش ما فيش مشاكل. عندك برضو كربونات حطي، ما عندكيش ما عندكيش. هنبدأ ننزل بقى بكل الحاجات بتاعتنا دي. شفتوا شكلها عامل ازاي؟ بجد بجد يعني يلا الحمد لله، ربنا يقوي الجميع على شغل بيته يا رب وعلى شغل مصالحنا كلنا. هبدأ بقى ان انا انزل، يعني مش هغلب نفسي في دول انا هبلهم كده، يعني اخمرهم كده واسيبهم حوالي ربع ساعة نص ساعة حسب الوقت اللي انت فاضية فيه. مفيش مشاكل اهو. شايفة بدأ من اول ما حطيته ما شاء الله اللهم بارك هينضف لوحده، مش هستخدم معاه سلكة ولا اي حاجة خالص. هنا بقى دول جبتهم مية دافية بس من السخان، وبدأت ان انا نزلت بباقي الحاجات اللي موجودة عندي المساحيق، البريل والاوكسي وكمان شوية الكلور. ونزلت بكل البرطمانات اللي هي الرقيقة قوي اللي هتنضر من المية المغلية، لان انا كل البرطمانات الخفيفة دي لو حطيتها في المية اللي بتغلي دي هتبدأ تسيح معايا وتبوظ معايا شكلها. انا بقى هنا جبت مية دافية بس. تمام كده. وبدأت ان انا حسيت ان اللي هيستحمل احطه في الكبيرة دي، واللي مش هيستحمل قوي اللي هو الرقيق قوي ده ابدأ احطه في المية اللي هي التانية. طيب انتي ممكن تحطيهم برضو معاهم، بس تستنى لما المية تهدى شوية علشان ما ينضروش منك وتبوظي حاجتك وتسيح منك. الغطيان بس اللي انا حبيت احطها هنا علشان خاطر الغطيان ما شاء الله جديدة والبلاستيك بتاعها جديد فهتستحمل المية المغلية. وخلاص هقلبهم بقى كل دقيقتين 3 كده، واسيبهم فترة حوالي ربع ساعة نص ساعة حسب الوقت اللي انت فاضية فيه. عادي عايزة تدعكيهم على طول دعكي، بس ياخدوا معاكي شوية دعك شوية. اما لو انت خمرتيهم ما شاء الله اللهم بارك هنشتغل بحتة سفنجة بس كده، مش هنشتغل بسلك ولا لوفة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص، لان ما شاء الله الخلطة بتاعتنا تمام.
نظفت الدنيا في ثانيه. طيب انا خمرت الجماعه دول. اما ده بقى انا حبيت ان انا ابل صوابع ايدي بس وامشي عليها. عندك سفنجة وبلتيها وحطيتيها عليه كده بس مشي بس بسيط، بحيث ان كل الحاجات دي تخمر برضو، يتغسل معايا سهل، ما ياخدش معي برضو باذن الله وقت كتير ولا مجهود كمان كتير ولا دعك ولا اي حاجه خالص. النهارده باذن الله مش هتدعكي حاجه خالص، كله هيكون سهل عليكي. هنستخدم سفنجة بس في التنظيف، او منديل عادي خالص موجود عندك، او حته فوطه بتاعت مطبخ اللي ترتاحي له انت اشتغلي بيه. يعني مش هنشتغل في الكلام ده كله بسلكه ولا اي حاجه صعبه عليكي. هنا بليته بقى كله كده بصوابع ايدي بس، حاجه بسيطه طرف ايدي كده، وبدات شلته برضو، سبته فتره وجيت بعد النص ساعه. هنا بقى بعد النص ساعه كان طبعا وراكي مصلحه اقضيها، سيبيهم واقضي مصلحتك. شايفه ما شاء الله اللهم بارك، يا دوب بس السفنجه بليتها وامشي على الحاجه. هوريكي وهشطف لك واحده واتنين وريها لك، واشطف لك كمان قاعده كمان من بتاعه الخلاط، واشطف لك كل حاجه. دي طريقه سهله جدا. هي لو هي صعبه عليكي علشان بس انك انت بتفكي الموتور بتاع الخلاط، اما غير كده هي مش صعبه. وعلى فكره احلى طريقه لغسيل البرطمانات بتاعه اي برطمانات عندك، حتى لو برطمان بتاع مخلل، شايفه ما شاء الله اللهم بارك زي الكريستال، ما خدش دعكه زي ما شفتيني كده. انا ما فصلتش الفيديو على فكره، يعني انا دعكته هنا معاكي بالسفنجه كده والميه اللي هو مخمر فيها، ورحت شطفته تحت الحنفيه وجيت على طول. هنا القعده برضو نفس الكلام، ما شاء الله اللهم بارك، يا دوب بتمشي السفنجه بس عليها. المهم ان تكون السفنجه مبلوله من الميه اللي احنا عاملينها دي. ماشي بقى براحتك كده وانت قاعده، حاجه بسيطه خالص كانك بتتسلي، يعني مش حكايه انك انت بتنضفي بقى اجهزه من الدهون والكلام ده كله، لا كانك بتتسلي بس كده في حاجه بسيطه كده اهو. ما شاء الله اللهم بارك، اشتغلنا في كل الكميه اللي محطوطه في الطبق. ما شاء الله ما خدوش، يعني ما خدوش 3 دقايق بالظبط، ما فيش 3 دقايق. ما غلبونيش، لان انا الفتره اللي انا خمرتهم فيها هم اشتغلوا فيها ما شاء الله اللهم بارك تنظيف لوحدهم كده. طبعا الخلطة اللي محطوطة ما شاء الله جميلة. عندك بيكربونات وماشي حطي، ما عندكيش خلاص. عندك برضو ملح ليموني حطي، بس اهم حاجة شوية الكلور والمية السخنة، وكمان البرسيل والبريل. ما شاء الله دي بقى احلى خلطة لتنظيف اي حاجة عندك في المطبخ بصراحة. اي حاجة حتى للبوتاجاز، حتى للحيطان بتاعة ورا البوتاجاز، او الارضية تحت البوتاجاز، او لو عندك شعلة عادية من بتاعتنا احنا بتوع الارياف دول اللي احنا بنشتغل عليها. شايفة النتيجة ما شاء الله اللهم بارك، جميلة كده نتيجة ما شاء الله اللهم بارك، 10/10. مفيش انضف من كده ولا اسهل كمان من كده. لا دعكنا ولا تعبنا. انا كده بشطف عند الحنفية وهرجع لك تاني اهو. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة تمام. بإذن الله بإذن الله تستفادي، انا حاسة انك انت ان شاء الله تستفادي من الفيديو ده بإذن الله. الخلطة دي حبيبة قلبي اعتمديها في كل حاجة. شايفة حتى الأهرام الصغننة خالص اللي في الغطا دي ما شاء الله، شايفة بالسفنجة ومشيت ايدي عليها مرتين 3، الله أكبر. شايفة النتيجة ممتازة ما شاء الله اللهم بارك. يعني الخلطة دي بصراحة أنا بعملها لكل حاجة. اللي هيفضل مني في الطبق ده مش هرميه خالص، ده أنا هاخده وأروح أعمل به الحمامات. يعني إذا كانت بقى قاعدة فرنجي أو قاعدة بلدي أو الأحواض أو الخلاطات بتاعة الحنفيات، أي حاجة موجودة عندك، الحيطان بتاعة الحمامات، الأرضية، ما بين السيراميك كده وبعضيه بيكون الحتة اللي هي بالجير دي. شايفة ما شاء الله اللهم بارك، نتيجة ممتازة. برضو خدي الباقي المية دي وحطيها في الحمامات كده، رشيها في الحمامات، هتلاقي ما شاء الله 10 دقايق بالظبط، وهتمسح الحمام بأي شليطة عادية خالص عندك أو أي قماشة، ما شاء الله هتلاقيها نضف وحلوة أوي. بجد بجد بتسهل كتير في التنظيفات. هوريكي بقى القعدة التانية هنعملها ازاي علشان انشف كله وابدأ ان احنا نشتغل بقى. اوريكي بعد ما خلصنا كل حاجة مظبوط، البرطمانات وكله هاخدهم اشطفهم برضو واصفيهم، بس بعد ما اخلص القعدة دي كده واوريها لك. شايفة ما شاء الله انها متخمرة وعليها الخلطة، بتخلي لونها يبيض اصلا، يعني بتخلي لونها فاتح وجميل كده وابيض وجميل. حاولي ان هنا بقى طبعا علشان الموتور موجود والاسلاك بتاعت الخلاط، فطبعا حاولي بقى ان ما ينزلش ميه كتير زي التاني. هو ده الفرق بس في التنظيف بالطريقه دي وبالطريقه دي، هما طريقتين الاتنين اسهل من بعض بصراحه. المهم ان الخلطه تعمليها مظبوط، هتساعد معاكي كتير ومش هتاخد معاكي كتير بصراحه وقت. ما شاء الله اللهم بارك، وفي الاول وفي الاخر طلع لك نتيجه ممتازه. هنا بقى انا ببل بس السفنجة بس كده ومن المية اللي احنا عاملينها الخلطة دي، وببدأ ان انا امشي بس على الحاجة. ما شاء الله اللهم بارك. انت شفتيهم في اول الفيديو كانوا عاملين ازاي،
ان شاء الله هتشوفي حاجة تانية خالص في اخر الفيديو بعد ما نخلص، وانشفه حلو كده، واشطفهم كمان الحاجات الباقية اللي احنا دعكناها، واحطها لك تتصفى كده، واوريها لك كل حاجة باذن الله في الفيديو. هتبداي بقى اللي انت هتعمليه بالسفنجة كده، اللي هي مبلولة مية بسيط خالص وعصرها حلو، هتبدا انك انت تنشفي بعدها على طول. اي قماشه برضو عندك، او اي فوطه بتاعت مطبخ، اي منديل ورق، اي حاجه عندك تستخدميها في المسح عادي، اي حاجه تمسحي بيها، هتجيب بجد بجد معاكي نتيجه حلوه. وهو ده يعتبر أصعب حاجة في تنظيف الأجهزة، يعني هو الخلاط أصعب حاجة في تنظيف الأجهزة، وهو برضو أكتر حاجة بيتبهدل على طول عن بقية الأجهزة التانية. بصراحة الخلاط لأن طبعا استعملنا عليه كتير، وكمان من الحظ بقى لو هو مثلا الشبشق عندك بايظ زي اللي كان عندي كده، فكنت هتلاقي أكتر من كده بصراحة. زي ما بقولك كده هكمل على كده لغاية ما يخلص القعدة معايا وتنضف وتروح زي العسل. طبعا الحتت اللي هي الرفيعة دي، اللي هي الحتت الخطوط البسيطة دي، او مكان الايد ما بتنزل كده، هتجيبي طبعا خلة بتاعت اسنان، او عصاية بتاعت شيش طاووق، اي حاجة عندك اللي موجودة عندك، او اي عصاية بسيطة رفنع خالص كده، واشتغلي بيها، شوكة، اي حاجة عندك اللي انت سهل عليك يعني استخدمي. وهتمشي كمان عليها مرة تانية بالسفنجة مبلولة برضو معصورة جامد، وهترجع انك انت تبدأي تجيبي بقى فوطة ناشفة حلوة كده، تبقى نظيفة، وابدأي نشفيه كله، ما شاء الله هتلاقي نتيجته حلوة قوي، وكمان هيقعد معاكي فترة يبقى جميل. لما برضو بنعمله المرة دي كده، بنعمله اللي هي الطريقة الجامدة دي شوي، تنظيف يعني عميق ده، بنيجي بقى بعد كل مثلا طبخة بنبدأ ان احنا قماشة نظيفة كده ونبلها بلة بسيطة من بريل من اللي احنا بنستخدمه للمواعين، ونبدأ ان احنا نمسحه مسحة بسيطة. بس دول بصراحة مركونين عندي بقالهم سنين طويلة خالص مركونين، قلت بقى انضفهم معاكم، ولو هتستفادوا بحاجة طبعا ربنا بس يجعل الاستفادة على الجميع ان شاء الله. هنا بقى طبعا عند الموتور، خليكي حساسه قوي في الحته دي، يعني قدلي السفنجه برضو عصريها جامد قوي، انت بتاخدي بالك مني وانا ببلها وعصرها جامد، بس انا مسرعه عليك الفيديو شويه عشان ما يبقاش طويل عليكي، وفي الوقت نفسه علشان اجيب لك كل حاجه قدامك وتستفادي من كل حاجه. هنا بقى ببدا ان انا ادخل صوابعي بس في الحتت اللي هي هعرف امسحها وهعرف اطولها، علشان انا ما فكتش ده، علشان ما يكونش صعب عليكي. هتقولي طب انا هعرف اركبه ازاي او كده، لا، عايزه تنضفي بالطريقه دي نضفي، عايزه تنضفي بالطريقه التانية نضفي، ما شاء الله اللهم بارك، الطريقتين جمال ونضاف وحلوين وجابوا نتيجه حلوه. وكمان البرطمانات، بدل ما الميه كانت موجوده عندنا حطينا فيها البرطمانات كمان. عندك مصفى حطها على الحوض كده بتاعت يعني بتصفي فيها الاطباق والكوبايات والمعالق لغايه ما تبقى ترصيهم في المطبقيه، فكيها برضو من بعضيها، هي بتتفك كده من بعضيها، وحطيها برضو في الميه دي، هتجيب لك نتيجه حلوه. وكمان حوامل البوتاجاز حطيها، اي حاجه عندك. المهم ان احنا كده بقى خلصنا، ورحت شطفت بقيه الحاجات بتاعتي اللي هي كنت دعكاها في الطبق، اللي هي البرطمانات دي والحاجات التانية والغطيان، شطفتهم كلهم وجبتهم، وجيت بقى فرشت الفوطه دي علشان خاطر احطهم يتصفوا، واسيبهم حوالي نص ساعه كده. لما يتصفوا لو انت مستعجله هاتي فوطه ونشفيهم بيها، فوطه بتاع المطبخ نظيفه كده وناشفه، وابدأي نشفيهم، وروحي مركبة بقى كل حاجتك زي ما هي. احنا طبعا غسلنا برضو الجزء الحوامل بتوع البرطمانات دول ما شاء الله عندي بقالهم فترة، بس انا برتاح لغسلهم واحط فيهم الحاجة تاني، طالما ما هماش ازاز ولا هيتكسر وخلاص. هنا الحاملين بقى اللي هم بتوع البرطمانات، بدأت برضو ان انا غسلتهم برضو معاهم، وقلت كده في المية يعني بدل ما المية تدلق كده، وبرضو ركنتهم. عندي مصفى برضو بتاعة الحوض هحطها برضو في المية، كل ده كده هيروقنا وهينضف. وهي دي يعتبر اصعب تنظيفات في المطبخ طبعا، بعد الفيديوهين اللي احنا عملناهم، غسلنا الرخام وكله، شايفه ما شاء الله اللهم بارك النظافة، حاجة حلوة. هينشفوا بقى كده، وهاجي بقى اوريهم لك كمان بعد ما ركب كل البرطمانات مع الغطيان بتاعتها، واوريكي كمان القعدتين بتوعنا هنركبهم تاني واوريهم لك الاخير بقى. جبت بليت السفنجة بسيط، ومسحت الجوز فيش بتوع الخلاطات علشان يكونوا تمام. هنا بقى البرطمانات عندي كنت واقفة بنشفهم، ويوسف كان بيغطي الغطيان بتاعتهم. يعني كده زي ما انت شايف ما شاء الله اللهم بارك، نتيجة حلوة وحاجة نظيفة حلوة، ما خدوش معانا يعني في النهار كده الصبح وانا بقضي مصالح المطبخ العادية عملتهم، ما خدوش وقت يعني يعتبر. والمية اللي فاضلة مش هتتكب، يعني هننضف بيها حاجة تانية. تمام. هنا بقى ما شاء الله هنبدأ نركب بقى كل حاجة تاني.
كل قاعدة بقعدتها، واخلي مكان الفيشة يبقى مكان الفيشة مكانه وكل حاجة، وهبدأ المسامير بتاعتي واشتغل الصنايعي اللي بدأ في اول الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المفك اللي معانا ده مفك صليبة، اللي هو زي الزائد كده، هو اللي بشتغل بيه. سنه رفيع شوية، ما هوش تخين قوي، علشان يعرف يدخل جوه المكان بتاع المسمار كده ويبدأ يلفني. هنا ده تمام، خلصناه. وجبنا بقى القعدة بتاعتنا التانية زي ما انت شايفة. بدأت ان انا حطيت الموتور الاول، وبدأت ثبت مكان الجزء مسامير اللي احنا خلعناهم في اول الفيديو، وهبدأ ان انا اركبهم بنفس الطريقة. كل حاجة زي ما خلعتيها ركبيها تاني زي ما كانت. لما بنيجي نفك الحاجة زي كده بنحفظ كل حاجة فين، علشان نرجع نركبها تاني، علشان يشتغل معانا الحاجة تاني وما نحتاجش صنايعي لا يفك ولا اي حاجة. تمام كده. هتبدأ يتكمل بنفس الكلام كده لغاية ما نقفل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الجهاز اللي انت فكتيه ايا كان بقى، خلاط او غيره، هتبدأي تركبيه تاني زي ما هو. البوتاجاز بعمله نفس الكلام على فكرة، يعني بفكه كله الوش بتاعه وكله، وبسلك الفواني بتاعته من جوه مش من بره، وببدأ ان انا ادعك دعكة حلوة قوي، وانا طبعا عاينة الفيشة بتاعته، وابدأ ان انا اركب كل حاجة تاني. ماشي، اللي فيه عين وراس يعمل عمل للناس. هنا بقى حبايبي خلصنا والدنيا تمام وعشرة على عشرة. كده نضفنا البرطمانات، وفي الوقت نفسه نضفنا الخلاطات اللي عندنا، خلاط او اتنين. شايفة ما شاء الله اللهم بارك، شايفة كان الاول عامل ازاي، شايفة هنا عامل ازاي، يعني اتغير كأننا جبنا واحد جديد. ما شاء الله كده تشغليه ويفضل نضيف معاكي وحلو. كل يوم هنمسحه اول باول، مش هيرجع للعادة دي تاني. ماشي الكلام. برطمانات بتاعتنا نضفت، الدنيا نضفت عندنا تمام. نركن البرطمانات بتاعتنا في مكانها. لو هتحطيها في ضلفة المطبخ ماشي، هتحطيها على الرخامة ماشي، تكون نظيفة وشكلها حلو. طبعا لو استفدتي من اي حاجة ما تنسنيش بدعوة حلوة منك. لو حبيتي تحطي لي لايك ده طبعا فضل منك وليس امر. لو انت جديدة عندي طبعا خدي لك لفة كده في القناة، ما شاء الله تستفادي بحاجات كتيرة وحاجات نظيفة وحلوة ما شاء الله اللهم بارك، ونتيجة حلوة زي ما انت شايفة. يلا حبايب قلبي، اشوفكم على خير بإذن الله وبخير في فيديو جديد. دمتم بخير وصحة وعافية وسلام يا رب. مع السلامة.